السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا قال مدرب بوليفيا بعد الهزيمة الثقيلة أمام المنتخب الوطني الجزائري. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة يصلكم كل جديد. إذا فاز المنتخب الوطني الجزائري اليوم بنتيجة ثقيلة أمام منتخب بوليفيا، وهذا في المواجهة الأخيرة التحضيرية لمواجهة الأرجنتين والنمسا والأردن. وبعد نهاية المواجهة قال مدرب بوليفيا: اليوم كنا أمام خصم عنيد وخصم تأهل إلى المونديال عن جدارة واستحقاق. منتخب الجزائر يستحق التأهل وبكل تأكيد سيشارك في البطولة وسيقدم أداء كبير وسيصل إلى مستويات متقدمة في هذه البطولة. لعبنا أمام منتخب قوي وسنواصل العمل من أجل التقدم والتطور في هذا المنتخب. ويذكر أن المنتخب الوطني الجزائري أجرى آخر مباراة تحضيرية قبل مواجهة الأرجنتين القادمة. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد.